تعالوا نعمل مع بعض ساندوتش صحي ولذيذ وينفع في الفطار للناس اللي عاملين دايت. بس قبل ما نبدأ تعملي لي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس. يلا بقى نبدأ. معانا بيضتين وجبنة رومي وشوية زيتون والتوست طبعا معانا. هنجيب بقى البيضتين كده في طبق ونتبلهم. شوية ملح، بصل باودر، فلفل اسمر، ورشة بابريكا المدخنة على فكرة بتدي طعم حلو جدا في الاكل. على النار بقى نحط الطاسة، معانا معلقة زيت زيتون. هنحط بقى فيها الخضار بتاعنا، شوية طماطم كده نخليهم يتبلوا شوية، وبعد ما يتبلوا هنرش عليهم رشة زعتر كده من فوق عشان يديها طعم. بعد كده ننزل بالبيضتين ونسويها بقى كده في الطاسة كلها عشان نعرف نلف فيها التوست. اول ما تحس ان هي استوت شوية كده بس مش قوي، نحط التوست ونقلبه على الناحية التانية، ونحط بقى كده في النص شريحتين جبنة رومي عشان يسيحوا، هيبقى طعمهم تحفة. هنقفل بقى كده البيض عليهم ونقفل الساندوتش ونسيبه بقى في شوية الزيت اللي في الطاسة كده. ما تزوديش زيت زيتون خالص، هو في المعلقة اللي فيها هيتحمص ويبقى طعمه تحفة. هنحط بقى جنبه كده زيتونتين يدوله طعم، كوباية مية كبيرة وكوباية ينسون. انا كنت عاملة كوباية ينسون كده عشان زوري كان وجعني. انتي بقى شوفي عايزة تشربي ايه وحطي. معانا بقى الساندوتش تحفة، مش قادرة اقول لكم كان طعمه عامل ازاي. الجبنة مع الطماطم مع البيض مخلين طعمه تحفة. بصوا هنا كان برد شوية بس كان وهو سخن هتلاقي الجبنة بتبظ وتلز كده، كان طعمها تحفة. ايه رأيك بقى؟ لو عجبك الفطار ده متنسيش تعملي لايك وتتابعيني على الانستجرام.